ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه، ونصلي ونسلم على من بعثه رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين. يا رب صل وسلم وأنعم وبارك عليه أيها الأخوة الصائمون الطيبون المباركون. ومع المجلس السابع من مجالسنا مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نقتبس منها بعض الأنوار. ومع حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث العظيم يا إخوة فيه تيسير على المؤمنين، وفيه وضوح ووضع الفواصل والحدود في الأمور الشرعية التعبدية. أول قاعدة من القواعد العظيمة والأوامر الربانية المهمة أن نبينا صلى الله عليه وسلم علمنا أن الأشياء التي نهى عنها الله ورسوله أن نجتنبها، والاجتناب هو البعد والفرار عنها وعدم الاقتراب منها. فعلينا أن نجتنب تماما كل أمر محرم يغضب الله سبحانه وتعالى، علينا أن نبعد منه تماما. فهذه هي القاعدة الأولى. ولا يترخص الإنسان ويقول لك والله أنا شوية كده عمل لي نصف حلال ونصف حرام، وشويتين ما يضر والقليل من الحرام لا يضر. ما في شيء مثل هذا يا إخواني. إنما الحرام حرام، وهو أمر ينهاه الله ويكرهه الله. فعلينا إن شاء الله أيها الإخوة السائمون الطيبون كما نستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى كذلك علينا أن نتجنب المحرمات. أظن هذا أمر لا يحتاج إلى توضيح وإلى جهد وإلى موعظة. فالحرام حرام، والحرام ينبغي الإنسان أن يتجنبه. هل كل حرام مقدور على اجتنابه؟ نعم. الحرام الإنسان، لأنه يا إخواني هذا جانب سلبي. الجانب السلبي لا يكلفك عمل. الجانب السلبي لا يكلفك عمل. أنت الآن في شيء حرام في المشروبات، يا أخي اشرب الحلال واتركه هو. في شيء حرام في الملبوسات، البس غيره واتركه. في شيء حرام في الأعمال، اتركه واعمل غيره. فسبحان الله ما ضيق الله هذه الحياة في المحرمات. ما في أمر حرام إلا له هناك بديل من الحلال. قد يكون بعد الحرام فيه منافع، كما قال الله عز وجل: فيهما إثم كبير ومنافع للناس. الخمر فيها منافع للناس، تدخل في كثير من أمور المشتقات في الأدوية وغيرها 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 والمعالجات، لكن إثمها وضررها أكثر من نفعها. فالإسلام حرمها بالغالب، وجعل الخمر والميسر رجس من عمل الشيطان، قال: فاجتنبوه، وطلب اجتنابه بالكلية، وأهدرت المصلحة التي المتوقعة فيه، ونهي عنه لغالب مصائبه وضرره. إذن الاجتناب سهل يا إخواني، الإنسان يستطيع أن يتجنب المحرمات. لكن في الطاعات قال: وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، لأن الطاعة ما مقدور عليها كلها. الطاعة هو بناء وفعل إيجابي، وقد لا يستطيع الإنسان أن يأتي به كله. لذلك بالنسبة للطاعات نأتي منها ما استطعنا. فمثلا الإنسان ينبغي أن يأتي بأركان الصلاة وسننها وواجباتها مستحباتها وغير ذلك، لكن قد لا يستطيع الاتيان به جميعا. فإنسان مثلا لا يستطيع الوقوف في الصلاة، مع أن الوقوف للصلاة فرض، ولكن في هذه الحالة يخفف عليه فيأتي بما استطاع أن يجلس. إنسان مسافر يشق عليه الصيام يفطر، إنسان مريض يشق عليه الصيام يفطر، إنسان ما وجد طريقة للحج لا يذهب إلى الحج كفاه الله سبحانه وتعالى، إنسان ليس عنده أضحية لا يضحي، إنسان ما يستطيع أن ينفق لا ينفق، هكذا. فالأفعال الطاعات والقربات تكون على الاستطاعة. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وما جعل عليكم في الدين من حرج. فالحرج مرفوع يا إخوة. المشقة تجلب التيسير، القاعدة الشرعية العظيمة التي استنبطها العلماء من هذا الحديث وغيره. المشقة تجلب التيسير، وكلما ضاق الأمر اتسع. وهكذا هذا الحديث النبوي بنى على طاعة الله سبحانه وتعالى، بنى طاعة الله عز وجل على التيسير.
ونبهنا النبي عليه الصلاة والسلام تنبيهة لطيفة، وهي أن الأمم من قبلنا لم يلتزموا بهذا التوجيه وبهذه القواعد العظيمة، إنما هلكوا بسبب كثرة مسائلهم. لما يقال لهم اجتنبوا، لماذا نجتنب وكيف نجتنب؟ وأنتم تذكروا مثلا بني إسرائيل لما طلب منهم أن لا يصطادوا يوم السبت، احتالوا وفعلوا ونصبوا الشباك في يوم الجمعة حتى تدخل السمك في يوم السبت، لأنها كانت يوم سبتهم لا تأتيهم شرعا، فجعلوا لها الشباك حتى يصطادوها وغير ذلك من الاحتيال. ولما رب سبحانه وتعالى قال لهم اذبحوا بقرة، بدل يذبحوا بقرة ما لونها ما هي شددوا فشدد الله عليهم. فربنا ينبهنا عشان ما نمشي في الطريق ده، فقال ما تكتروا الأسئلة، التزموا، اتبعوا ولا تبتدعوا، انقادوا، أطيعوا، سارعوا إلى مغفرة من ربكم، بلاش الشبهات والشهوات والرغبات والرجوع إلى الخلف، إنما عليكم الاجتناب للمحرمات بالكلية، وعليكم في نفس الوقت كذلك أن لا تختلفوا في كلام أنبيائكم. الخير كل الخير في الاتباع والانقياد لأمر الله عز وجل، وأن لا نخالف أمر أنبيائنا. القدماء من قبلنا خالفوا تعاليم أنبيائهم، ونحن علينا أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فعلينا أن نستسلم لأمر الله عز وجل، وأن نتبع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وأن لا نكثر الأسئلة التي لا فائدة منها والتفريعات التي لا يرجى منها خير، والعمل الذي الأمر الذي لا يبنى عليه عمل، الخوض فيه من التكلف الذي نهينا عنه شرعا. فالإنسان الداعية لا يشغل الناس بمسائل لا تفيدهم ولا تنفعهم، وكل إنسان يتعلم على قدر طاقته وعلى قدر حاجته وعلى قدر وسعه. فالإنسان الآن الذي يسمعني، العامل، الفلاح، التاجر، كل إنسان له هموم، وطالب العلم غير ذلك، فكل واحد يتعلم من الأمور ويحرص على قدر ما ينفعه وعلى قدر استطاعته. أما في الاجتناب فأنا المتحدث الآن في هذا الراديو، واللي يسمعني في مزرعته، واللي يسمعني في بهائمه، واللي يسمعني في دكانه، واللي يسمعني في وظيفته، كلنا جميعا ينبغي أن نتجنب المحرمات التي تحيط بنا والتي من حولنا، لكننا في الاستطاعة نأتي على قدر طاقتنا وعلى قدر وسعنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للالتزام بالكتاب والسنة، وأن يعمر قلوبنا بطاعته، وأن يجنبنا المحرمات والخزايا والشبهات والشكوك والظنون، وأن يرزقنا اتباع أنبيائنا جميعا، وخاصة ما جاء في كتاب ربنا وسنة نبينا. فشرع من قبلنا قد يكون شرع لنا ما لم يرد فيه ناسخ، ولكننا ملتزمون بهدي نبينا صلى الله عليه وسلم وشرعته ودينه، وهو الخير وهو البركة وهي السعادة في الدنيا والآخرة.